السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى عمرك سألتي نفسك هو ليه في ناس بتدخل شهر رمضان وتخرج منه كل حياتها متغيرة، وناس تانية بيعدي عليها زي أي شهر؟ عارفين يا جماعة الفرق في إيه؟ الفرق ولا في عدد الركعات ولا الختمات، الفرق في القلب. يعني لو أنت عايز كل أمانيك تتحقق في رمضان، تعال أقولك تعمل إيه. أول حاجة، صلح نيتك، خلي كل دعاء طالع من قلبي يكون محتاج وواثق إن ربنا سبحانه وتعالى سمعه. يعني ما تكونش بجرب الدعاء، تكون متأكد إن ربنا سبحانه وتعالى قريب. تاني حاجة، وقت الدعاء اللي فيه مستجاب بيكون قبل الفطار بدقايق، يعني وانتي صايمة ومستنية الأذان ارفعي ايدك وقولي يا رب، قولي كل اللي نفسك فيه، مفيش حاجة كبيرة على ربنا. تالت حاجة، ابعدي عن الذنوب اللي بينك وبين تحقيق الدعوة. الذنب يا جماعة بيقفل كل أبواب الاستجابة، لكن الاستغفار بيفتحها. قولي كل يوم استغفر الله العظيم، وانتي متأكدة ان كل استغفار هيقربك من حلمك. رابع حاجة، ادعي وانتي واثقة ان الإجابة جاية، مش شرط تيجي بالشكل اللي رسمتيه، بس هتيجي في الوقت الصح. رمضان مش شهر طلب وبس، رمضان شهر قرب. لما تقربي من ربنا هتشوفي أمانيكي بتقرب لك. لو عندك دعوة حلوة نفسك تتحقق السنة دي، خلي بينك وبين ربنا سر، وشوفي التغيير اللي هيحصل بنفسك. شكرا جدا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.